كنحاول من ديما نميك على بزاف ديال البلانات ما ندويش فيهم، كندير راسي حمار كاع حيتاش معاه من غادي يدوي مع حيط بنادم داير القفل على مخو غير العاطفه اللي كتسيرو ما غاديش يفهم كاش باغي توصل له. دونك هاد النوع هذا بداو تسبوا من دابا انا خايب، والناس اللي المخ ديالهم باقي خدام تفرجوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو عطيوني الراي ديالكم واش غتفقوا معايا نيت ولا لا. دونك الفيديو ديال اليوم غادي نديرو على القمر. الفيديو هذا كنت باغي نديرو مده هادي للموضوع ديال القمر وما كانش غيكون بالطريقه هادي، وكنت مبلاني ندوي عليه قبل الفيديو ديال 2024 وكنت في هاد السيمانه هادي غادي نحطو بواحد الشكل اللي حتى وقع واحد البلان اللي كلكم عارفين واللي دويت عليه في واحد الريل اللي تقدروا ترجعوا ليه ودويت فيه بكل حياديه ما درتش فيه شي حاجه اللي خايب زعما. وقلت ان اهم حاجه في هاد الشيء هذا كامل هو ان القمر ما غاديش يبقى في يوتيوب، هادشي السفينكس ديك الساعه اللي دوا مسكين وصافي. ولكن الدراري ما خلاونيش نبقى متشي لي ضروري خصني نولي خايب. جاو هجموا عليا المغاربه الحنان ودوك الدراري الصوار اللي حياتهم فيها غير روبلوكس وفيفا، وليت انا اللي خايب بحال انا اللي سنين هادي وانا كنروج للقمر وصافي. انا دابا راني خايب وداك الشيء اللي ما قلتش في ديك الريل غادي نقولوا دابا وما كاين لا فرانات لا والو. غادي نعرفوا كاع البلانات اللي كيوقعوا في هاد الاندستري ديال القمر والانانيه والاستغلال ديال المؤثرين اللي كيديروا لهم اشارات. واش بصح هادو اللي قالوا راه صافي تابوا من الاشارات ديال القمر تابوا ولا خايفين غير من السترايك؟ هذاش اللي تاب بصح واللي كيخاف من الله وباغي مصلحه ديال المتابعين ديالو كاينين شي بلانات خصو يديرهم ماشي غير فيديو فيه موسيقى حزين. وهاد البلانات بلانات ساهلين واي واحد تاب ديال بصح غادي يديرهم، ولكن بان لي انا ما غادي يدير حتى واحد داكشي حيتاش بنادم عرق فلوس ديال القمر وما تيهمو لا متابعين ديالو لا والو. غير جات الوقت ديال السترايك وبنادم قال نحبس وصافي. اذا بلا ما نطولوا بزاف ونبداو. واحد الحقيقه اللي كلنا متفقين عليها ويمكن غير ولينا كنساوها وصافي، يمكن حيتاش كثروا هاد الاشارات ديال القمر ولات يمكن عاديه. ولا هي انا القمر واحد الحاجه اللي حرام ولا تجوز من اي حاجه شفتيها، لا دينيا لا اخلاقيا لا رياضيا لا نفسيا لا فضائيا، منين ما شفتيها وفي كاع المجتمعات واحد الحاجه اللي منبوذه. وهاد الدائره هادي اصلا اكثر فئه كتنتشر وسطها هي الفئه ديال الناس اللي تيكونوا عندهم مشاكل ولا اللي تيكون عندهم واحد الدخل محدود، واكثر حاجه كاع هي الشباب والمراهقين. وهذه هي اكثر حاجه كاينه في وسط المجتمع المغربي. اضعف الفئات واللي غير اللي فيهم يكفيهم مساكن اللي تيكونوا ضحيه ديال هادشي. ما غاديش تلقى واحد مليونير كيجي قمار ولا شي حاجه. المغرب اللي اكثر فئه طاغيه فيه هما هاد الناس هادو اللي دوينا عليهم، هو واحد البيئه خصبه لهاد الشركات. الشباب والحاله ضعيفه والنسبه ديال البطاله اللي طالعه من قوه الاشارات اللي كيبقاو يطلعوا لبنادم فين ما مشى. القمر كيتنورماليزا وكيولي واحد الحاجه عاديه بنادم كيفكر يجرب. والناس اللي كيروجوا لهادشي هذا ما كيجيش يقول لك اجي قمر، كيقول لك اجي تشجع الفريق ديالك ولا اجي دير الفلوس باش حتى انت فاش تجربوا الضمير ديالك غادي يكون مرتاح. بحال هاد وجه سوء التغذيه 20 كيلو ديال العظم والجلد اللي بزاف منكم كانوا كيصيفطوا ليا في انستغرام وكان تيطلع ليا حتى هو مره برا اللي كيحاول ما امكن يزين القمر في عينين بنادم بقى لا يقول لك الا قمرتي راه تمشي للجنه الضمنه. كاين فرق بين واحد قاتل وتعلم باش دار فلوس، وكاين فرق بين واحد كيستنى والديه في الاخر السيمانه ولا في الاخر الشهر يعطيو 200 درهم ديال القهوه. حنا راه عارفين الدراري ان القمار حرام، ولكن في 2025 وتبقى 0 درهم هذه ما كايناش هادي. وهذا الشيء هذا كاملو كيديروا غير باش يروجوا لواحد الجروب ديال التليجرام عندنا. اللي هذا الجروب من طبيعه الحال كتخلصك الشركه اللي كتحط اليانات ديالها فيه، كتخلصك على شحال ديال الناس عندك فيه، وما يجيش شي واحد يقول لك راني كنت ندير اشاره غير الجروب ديال التليجرام، حيتاش الجروب ديال التليجرام يقدر يوصلك بواحد الطريقه مباشره اكثر لديك الشركه ديال القمر. دونك بلا ما يبقى يستحمركم بنادم. ثاني حاجه واللي لاحظتها ان هذا الساط هذا مثلا كيبقى يروج بزاف لديك اللعبه ديال الكراش، واللي ما عارفش شنو هي هذه اللعبه هذه، واحد الطياره كتبقى غاديه وكيبقاو يضاعفوا لك الفلوس ديالك حتى كتفرقع. الا خرجتي قبل ما تفرقع الطياره راك ربحتي، وإلا تفرقعت مشاو لك فلوسك. واصلا بنادم اللي حمار هو اللي غادي يقمر في بحال هاد البلانات هادي، حيتاش اي حاجه كتعتمد على انك تبروغراميها راه مولاها غادي يربح. عمر شي بروغرام غادي يقادو مولاها باش هو يربحك نتايا وهو يخسر. دونك الكود باش مقدر يلعب لصالح مول اللعبه، وهاد اللعبه هادي الكود ديالها تيحاول يبين لك ما امكن بالله راه قادر تربح. بحال مثلا الا دخلتي بداك الشيء اللي عندك وخرجتي مثلا في فوا 2 هي غتبين لك بالله الطياره راه بقات غاديه حتى توصل في 20 ولا شي حاجه وكتبقى تندم. اش غدير نتايا في الطرح الجاي غادي تبقى تقول راني تعطل وكتعطل وكتجيبها في راسك، كتفرق عليك الطياره في 3 ولا شي حاجه، والفلوس كاع اللي كانوا عندك واللي ربحتي كيمشيو لك. وهذا غير مثال من الامثله اللي يقدروا يوقعوا لك. دونك راه اي ماكينه ولا اي لعبه اونلاين بحال هذه راه تتجرب منك اكثر من اللي كتعطي، واللي رابح في هذا الشيء هذا كامل هو مول الشركه وهذاك اللي روج لك حتى هو تلعبها. والشركه ما حدا باقا غادا وكتكبر وكتخسر الزبابل ديال الفلوس في الاشارات. هذا الشيء هذا غادي يبين لك بلا ان الناس تا هما راه غاديين وكيخسروا باش ما هي كبرات باش ما الناس كيخسر. الا كان بصح دوك المؤثرين اللي تيقول لك اجي تنقد راسك
من الفقر ودير الفلوس، راه الشركات اصلا ما غاديش يبقاو. وحتى المؤثرين اللي تيقول لك دخل الكود برومو ديالي ما غيربحوا عليك حتى كتخسر انت، كيربحوا 25% من الفلوس اللي خسرتي انت، اللي الله اعلم منين جبتيهم، بعتي شي كلوه ولا شي حاجه حتى جبتيهم حطيتيهم ومشاو لك. دونك البلان كامل قمه في الانانيه، اي واحد كيروج لهاد الشيء هذا راه كيمص من دمكم، ما كيهموش انت واش غتخسر ولا لا، وبالعكس بغيك انت تخسر. ودوروا غير هاد القضيه هادي في راسكم غادي تبدل لكم النظره ديالكم لشحال من واحد. وانا فاش غنجي نقول هاد الشيء هذا غنتسمى انا اللي خايب. تخيلوا دابا التناقض، بزاف منكم ما عارفينش التاثير ديال هاد الشيء، ولكن التكرار ديال هاد الشيء على طول هاد السنين هادو بنادم تيبقى يوكل لك هاد الاشارات صح فين ما مشيتي كتشوفهم. هاد الشيء هذا اللي غادي يوصلنا في العام اللي فات ديال 2024 ل3 المليون مغربي اللي كيديروا القمر، والاغلبيه ديالهم شباب ومراهقين. تخيلوا مثلا غير في 2017 بحال هكاك غادي يجي صاحب كيقول لك راه لاعب على واحد الماتش، كتجيك في شكال تشوف ان شي واحد كيقمر ديك الساعه، وحتى الا كان كيقمر تيدرا بالتخبيه كاع ما يجيش يقولها لك. دابا بنادم ولا كيجي تيقولها لك بواحد الطريقه عاديه، حتى انت الا سمعتيه تجيك انت عادي بحال والو. وانا براسي نيت تاثرت بهذا البلان هذا، من كثرت ما بقينا كنشوف الاشارات ديال القمر وكتشوف بنادم ولا كيقمر بزاف صافي ولا كيجيك داك الشيء عادي. كتسمع شي واحد قال لك راني غادي مقمر بحال قال لك راني غادي للحمام ولا شي حاجه عادي، ما بقاش ديك الرياكشن اللي خصها تكون ديال شوف هذا القمار هذا اش كيقول. يعني الخطه ديال هاد الشركات هادو الفلوس اللي كيعطيو في القمر عطاو النتيجه ديالهم، وهما نيت كيتعمدوا يربطوا الاسماء ديالهم مع واحد المؤثرين اللي تتكون السمعه ديالهم مزيانه وحتى روابا كاع. وبالله عليكم مثلا وغنجبد السميات ديالي قدام فاروق مثلا ولا بن السنس اللي هما من اكبر اليوتيوبرز في المغرب، معروفين بواحد السمعه اللي مزيانه والناس اللي نقيين، ولكن واش كتظنوا انهم مني كيديروا هاد الاشارات هادو واش هما نيت كيقمروا؟ من طبيعه الحال غادي تقول لي غالبا هما عمرهم قمروا وما عمرهم غادي يقمروا، حيت عارفين القمر والطريق ديالو شحال خايب. دونك هاد الشركات هادو فاش غادي يربطوا السميه ديالهم مع هاد اليوتيوبرز اللي السمعه ديالهم مزيانه غادي يكون المفعول اكثر. القمر غادي يولي عند المتابعين ديالهم واحد الحاجه اللي عاديه، حيت انا كفان ديال داك المؤثر وعزيز عليا غادي نثق في اي كلمه كيقول، وهذا الشيء هذا كينطبق حتى على روابا وعلى اي واحد عنده واحد القاعده جماهيريه. دونك الشركه مستعده تعطي اي ثمن باش يدير لها اشاره. على سبيل المثال دريك اللي دارت مع واحد الشركه صفقه ديال 180 مليون دولار، وهذا الشيء هذا غير لمده شهر يدخل يبقى يستريمي ويبقى يلعب في ديك البلاتفورم، غير يبقى لاعب فقط ويبقاو يشوفوا الناس، ما قالوا ليه لا بروموتي لنا في شي تراك لا والو، وصافي هاك 180 مليون دولار راه العقل ما يقدرش يتقبلها صاحبي. ولكن الشركه عارفه الامباكت ديال هذا البلان هذا وعارفه انها رابحه فيه، وهاد الشركه ديال الدراري تبدو مالوفه بعض الشيء، عرفتوه يمكن ياك ما كيجي حتى واحد خويا تنفينونسي راسي من الستريم اللي كتفينونسا من القمر، يعني ها هو ما كيديرش وان اكس كيجي عنده شي سبونسور ماشي يجي. لا ولكن بلاتي ندويو على هذا البلان هذا دراري كيك شكون اللي مصوبه ستيك مصوبه ستيك واش مشى كيك شكون اللي مصوبه ستيك شكون هي ستيك غير هو ما عرفش واش هاد الهضره هادي ممكن تقال هنا. كيفاش ما عرفتيش هذا انا الله يديك لا على ود هذه هضره لا ماشي جوبونس با احنا مستريمين الدراري فهمتي. مين واحد كيدير هذا انا جاي الدراري ياك خاصني نهرب حتى فين باغي يتعلق الصوت. المهم رجعوا مولك العاطفه، ما غاديش نجبد هذا الموضوع هذا كاع. والمهم ما علينا، هذه الشركه هذه بعد اللي كتعتبر اكثر وحده روجوا لها المؤثرين عندها واحد الكارير اللي كله خروقات قانونيه. تخيلوا ان المؤسسين ديال هذه الشركه هذه مطلوبين دوليا، وهذه الشركه هذه تمنعت في بزاف ديال الدول في اوروبا وفي امريكا حتى هي بسبب التهربات الضريبيه والنصب وغسيل الاموال، وحتى في المغرب كتعتبر شركه اللي غير قانونيه وما كتخلص لا ضرائب لا حتى حاجه. ومؤخرا سمعت تحذيرات من الدوله للناس اللي كيروجوا لهذه الشركه هذه، وغالبا الا تحركت الدوله وغادي دير شي اجراء في حق هذه الشركه هذه فالشركه غادي تعلق في حالتها، والا كانوا عندك كاع شي فلوس في الكونت ديالك باش كتقمر غادي تلقى الكونت ديالك تسد وما غادي تعاودها لحتى واحد، صافي ضرب راسك مع الحيط. يعني ما كاينين حتى ضمانات اللي غادي يضمنوا لك الفلوس ديالك اللي كاينين تماك. دونك من كاع النواحي حاولت نبين لكم ان القمر طريق ورا ما طريق ما واقف. فكر فيه من اي ناحيه بغيتي غتلقى راسك خاسر، وحتى الا ربحتي اليوم غادي تخسر غدا وبعد غدا بالاضعاف المضاعفه. ما عمرك غادي تشوف شي واحد دار شي كارير واعر ولا شي واحد الخدمه ديالته هي القمر. ما عمر القمر كيتفروا في حياته لا في الدنيا لا في الاخره. وبزاف ديال القصص كنسمعوهم وعائلات اللي تشتتوا بسبب القمر اللي في اغلب الاوقات كيخسر لك حتى العلاقه ديالك مع الناس اللي قرابين لك. كاينين قصص ديال الدراري اللي شفتهم بعيني هما كيقراو بعادي على دارهم والديهم كيصيفطوا لهم فلوس هما كيضربوهم في القمر، كيبقاو غاديين هكاك حتى كيقطعوا عليهم والديهم المصروف والعلاقه ديالهم معاهم كتخسر، كيخسر الفلوس وعلاقته مع والديه وحتى قرايته ما كيربح حتى حاجه. وهذا الشيء هذا كامل اللي قلت لكم دابا في هذا الفيديو اللي من الصباح وانا كنعاود لكم حاولت ما امكن نوضح هاد البلانات هادو
نصلح داكشي اللي خسروا هاد المؤثرين هادو على مدار هاد السنين هادو كامل اللي كانوا كيروجوا فيهم القمر. وعادي ما فيها حتى مشكل، هما يديروا الغلط وحنا اللي نصلحوه لهم. واجي دابا نشوفوا الناس اللي تابوا من الاشارات ديال القمر واحد التوبه نصوح اللي ماشي بسبب السترايك ديال اليوتيوب، حيت هاد الناس هادو بصح تابوا وتتهموا من المصلحه ديال المتابعين ديالهم. ولكن اول حاجه تخيلوا معايا واحد البلان، تخيلوا مثلا شديتكم شي نهار جمعتكم كاملين في واحد المنجم، وفي هاد المنجم هذا ما كاين لك غير ستاج الاخر ديال الاعمال الشاقه، ما كاينش الراحه غصات، اللي بغى يرتاح ولا شي حاجه يتجلد. ممنوع الراحه عندنا هنايا، وعندكم جوج مرات في النهار، وحده في الصباح وحده في العشيه. هذا هو القص ديالو. طاحت لك شي حجره على يديك ولا على رجليك داتها ليك، ما كمل لعب الا باغي تلعب. المهم استغليتكم في داك المنجم ديال بصح وبنيت واحد الثروه كبير. صافي بديت قصوره ديالي وكل شيء هو هذاك، وانا نقول لكم الدراري صافي غادي نتوب، غنمشي نضربها بواحد الحجه وصافي غادي نسد هذاك المنجم، وانتم كل واحد غيمشي في حالاته. وخرجوا كل واحد اللي عنده اعاقه جسديه واللي عنده شي صدمه نفسيه غادي تبقى تابع حياته كامله. المهم حالتكم حاله وصافي سيروا دبروا على راسكم. وانا ديك الساعه راه باقي عايش في القصوره ديالي وبخير. صافي انا بعدا كتبت مشيت للحج، صافي سالينا، انتم دبروا راسكم شغلكم هذاك. يلا المهم جاوبوني دابا وقولوا لي واش تبت بصح ولا لا الدراري، وانتم واش غادي تسمحوا لي ولا لا مورا هذا الاستغلال كامل اللي درت لكم. لا اخويا لا الله ينعاود. الا كنتي غتقول لا راه صافي راه يمكن غادي تتفق معايا وغتكمل معايا هذا الشيء اللي غنقول، حيت نفس البلان بواحد الابعاد اللي مختلفه غادي نطبقوا على التوبه ديال هاد الناس هادو. دونك الا كانوا بسببك واحد الجينيراسيون اللي تبلات بالقمر، شوف كل واحد والقصه ديالته اللي وقعت ليه مع القمر، وساهمتي بطريقه او باخرى ان القمر يولي واحد الحاجه اللي عاديه في المجتمع ديالنا. كاين اللي بدا بسببك القمر، وكاين اللي غير ولا كيبان ليه عادي وصافي، وكاينه واحد البوسيبيليتي ديال انه حتى هو يقمر واحد النهار، وفجاه غادي تجي تقول لهم راه صافي راه تبت مورا ما جمعتي زباله ديال الفلوس من القمر وما كنتيش ضارب الحساب للمصلحه ديال المتابعين ديالك. يلا دابا ولات مصلحه ديال المتابعين ديالك ودرتي هذا الشيء هذا لوجه الله، ما خايف لا من سترايك لا والو، صافي غير بوحدك هكا. في نظركم دابا سالت القصه صافي، غير نجي نقدر نقول لكم راني تبت صافي، نقدر نجي نقول لكم راني تبت الا كنت مثلا كنشرب ولا شي حاجه غير انا وراسي. ولكن هذا البلان هذا انا اصلا مدخلكم معايا فيه، زائد انني جمعت اللي باغي نجمع ديال الفلوس صافي. على الاقل الا تبت نيت ديال بصح والنيه ديالتي صافيه مع الله عز وجل، هذوك الفلوس بعدا ما غاديش يبقاو عندي، غادي نخرجهم. كان الطوموبيل شاريها بفلوس الحرام غادي نبيع امه وغادي نخرج فلوسها صافي. وصعيب انني نرد الفلوس ديال الناس اللي خسروا بسببي في القمر، ولكن نقدر نخرجهم لاي بلاصه، المهم يخرجوا لشي عمل خير. وهذه يمكن راه تقدر تكون صعيبه شويه، ما يقدرش بنادم يتخلى على دوك الفلوس، ولكن هذا البلان هذا الثاني اللي غادي نقول لكم بسيط بزاف، واي واحد يقدر يديرو اللي بصح اي واحد كيخاف من الله وبصح كتهمو المصلحه ديال المتابعين ديالو، كنتحداه يدير هذا البلان هذا اللي محال غادي يقدر يدير، واللي هو نفس الاماونت ولا يدير غير النص ديالو، نص الاشارات اللي دارهم ديال القمر يديروا مع عكس الاشارات ديال القمر، انه يوعي الناس بالخطوره ديال القمر وان القمر راه طريقه خايب. في الفيديوهات كما كان تيدير الاشارات ديال القمر يدير واحد الفقره بسيطه اللي فيها غير 30 ثانيه يوعي بهذا البلان، كل مره يدير نصيحه ولا يدير شي قصه بسيطه اللي تكون فيها عبره ولا ايات واحاديث. المهم كاينين بزاف ديال الطرق اللي غادي يوعي بهم الناس على هذا البلان. اهم حاجه يحاول يصلح الخطا اللي دار في هاد السنين هادو اللي فات، ويبقى يبين ان القمر خايف في السطوريات ديالو ولا في الفيديوهات كما كان تيدير، وغادي ينقد اللي قدر عليه ديال الناس. بحال انا من الصباح وانا كندوي في هذا الفيديو هذا بينت لكم شحال من حاجه، ولا يمكن الدراري هذه حتى هي صعيبه ياك، ما بقاش دابا القضيه فيها الدين والاجر وكذا. الاجر ديال الله عز وجل ماشي بحال الاجر اللي تعطيك الشركه ديال القمر باش دير لها اشاره، الله ما غاديش يصيفط لك ديك الساعه 7000 درهم على كل اشاره ياك، والمصلحه ديال المتابعين ديالك وكذا فين هي حتى هي. قلتي انك قطعتي الاشارات ديال القمر للمصلحه ديال المتابعين ديالك حيت عزيزين عليك ولا لا؟ الا كانوا عزيزين عليك وباغي الاجر ديال الله عز وجل راه غدير هذا البلان هذا بلا ما تفكر، وما غاديش تبقى تبان للناس انك لعبتي لهم بالعاطفه ومدخل فيها الدين وجمعتي الفلوس حتى قضيتي بهم الاغراض ديالك وشبعتي وحبستي هاد الاشارات هادو غير حيتاش خايف من السترايك ديال اليوتيوب. الا درتي دوك البلانات راه هاد الهضره هادي صافي غادي تولي خاويه ما منها حتى معنى، وانت راه بصح راه كتبتي وما من حق حتى واحد يدوي عليك. وهذا الشيء هذا كامل وما بغيتش ندوي على البلان ديال كيك ولا هذيك التوبه ديال ايات سترايك ما محسوباش على هذيك ياك. دونك الدراري اللي تيبقاو يدويو تيقول لك راه النيه راه غير الله اللي كيعرفها، ما تبقاوش تدويو غير باش تدويو، ايه الله اللي كيعرف النيه، ولكن كاين شي حوايج تيكونوا باينين. مثلا انا سكيري جيت قلت لكم راه قطعت الشراب ما غاديش نبقى تنشرب، داز واحد السيمانه لقيتوني كنشرب، يعني راه صافي راه شفتوني بعينيكم راه صافي هذيك الهضره ديال النيه راه ولات غير هضره. نفس الشيء غادي تطبقوا على هذا الشيء هذا، كاينين شي بلانات تيبينوا لك بصح النيه ديال بنادم، النيه ديال بنادم الا كانت صالحه راه شنو خصو يدار، والنيه ديالته الا كانت ماشي هي هذيك راه تيبقى يدير شي بلانات اخرين. دونك الدراري بلا ما تبقاو حتى نتوما توليو حمير صافي تاكتيفيو المود ديال الحمار، راكم بنادم وعندكم عقل. دونك ماشي اي واحد لعب لكم على العاطفه واستحمركم تدفقوا معاه، راه الله عطاكم واحد العقل اللي غادي تميزوا به، ماشي اي واحد جا غادي يسوقكم. تخيلوا مثلا قال لك انا درت موسيقى حزينه حيت المايك كان فيه التخرشيش، وبالله عليكم هذه واش ما كتضحكش. وتخيلوا بنادم جا كيهاجمني على ديك الريل اللي كنت درت واخا ما قلت فيها والو، كيعطيني هذا الشيء هذا كاعذار. وصلنا واحد المرحله ديال المغاربه الحنان ديال ان واحد غير يلعب لكم على العاطفه ويقول لكم غير
وصافي راه تعتبر كدليل. مثلا شي واحد تقول لي هذاك راه كذاب راه غينصب عليك الصات، يقول لك لا صاحبي راه ما عمرو ينصب عليا هذاك. تقول لي علاش؟ يقول لك حيتاش راه هو قال لك ما عمرني غنصب عليكم. بحال هكا تنتخيل بنادم ودار كتحط ليه كلشي قدام عينيه هو تيقول لك لا راه صافي هو قال. دار موسيقى حزينه وقال لهم ديك الهضره صافي، وكتولي انت اللي خايب اللي قلتي ديك الهضره. وهذاك الشيء نيت اللي غيوقع ليا في هذا الفيديو هذا، وغادي تشوفوا السبان في لي كومونتير على والو، غير حيتاش انا قلت الحقيقه وداك الشيء اللي خصو يتقال قلت. هاد المغاربه الحنان والدراري الصغار دابا ديال هاد الوقت نهار كتجيهم فاس وتتقول الحقيقه اللي خصها تتقال كتولي انت خايب وحاقد على بنادم. ولكن الا جيت نكذب ولبستوني ديال المغرب وندير موسيقى حزينه غنولي سوبر هيرو ديك الساعه، ما كاينش اللي يحاسبني. ما بقاش بنادم كيبغي التعدد في الاراء ولا راي واحد اللي تيحكم هو اللي غادي يلعب على العاطفه وصافي. تجي ضده بالدلائل ديال الدنيا كاملين راك صافي راه كتسمى خايب، دير اللي درتي. المهم نتمنى هاد الهضره هادي وصلت مخوخه، حيتاش كاينين شي وحدين اللي واخا نهضر الثانيه راه ما غاديش توصلهم الهضره، غالبا غادي يكونوا سبوني من بدايه الفيديو. المهم تنحس براسي يمكن قلت كلشي اللي خصو يتقال، وهاد الهضره هادي ما كنقصدش بها واحد ولا جوج، كنقصد بها كلشي. فاروق ودناس الا كانوا كيبانوا في هاد المونتاج وكانت الهضره زعما كتبان عليهم غير حيتاش هما اللي كاينين في الواجهه هما اللي بداو هاد البلان وصافي. وراه ما عندي حتى مشكل شخصي مع هاد الناس هادو، بالعكس فاروق تنتفرج في الفيديوهات ديالو كاملين، اي فيديو كيحط كنتفرج فيه. دانس حتى هو واخا ما كنتفرج فيهش راه كيتعتبر من احسن الشين ديال الجيمين في المغرب. ولكن انا كندوي على هاد البلان هذا اللي دار، وانا دويت على داك البلان بالضبط ديال القمر. والا كان هاد البلان هذا غيتقلق منه شي واحد يضرب راسو على الحيط على هاد البلان هذا كنخبيوه. هادشي هذا راه خص كلشي يدوي فيه، هادشي هذا ما يتخباش، خص كلشي يدوي على هاد الحقيقه هذه. ونتمنى الرساله ديال هاد الفيديو هذا تكون وصلت كما هي، واخا عارف راه بزاف ما غاديش توصلهم، غادي يجيو دوك الدراري الصغار والمغاربه الحنان غادي يبقاو يسبوا، ولكن هاني ما جاو حتى واحد الدراري. وان شاء الله هاد السيمانه هادي ديال العطله غادي نصدمكم بالفيديوهات اللي كاينين، غادي تحطوا فيديوهات كثار الدراري ان شاء الله، غادي نخلقوها مزيان ونضحكوا ونشطوا ونناقشوا شي مواضيع. دونك الدراري هذا ما كان، تهلاو في راسكم تهلاو في والديكم وبعدوا من القمر، نتلاقاو في الفيديو الجاي.